Alpha. تفتكروا ايه اللي ممكن يتعمل بمسمار بالحجم ده؟ فكره ان انت تعمل 10 ثواني او 15 ثانيه اعلان عن حاجه وتحط فيها يعني بيوتي شوتس المنتج زي ده اللي هو مسمار، ممكن تحس انها حاجه سهله، بس هي مش سهله. 15 ثانيه كتير في ان انت تتفرج على حاجه بورينج او ممله. ده اللي احنا هنحاول نتغلب عليه في الشوتينج بتاعنا بتاع بكره. مراجعة سريعة عشان الناس اللي مش عارفة، عملت مسابقة بالتعاون مع سوني وطلبنا من الناس ان هم يبعتوا لنا فيديوهات يكونوا بيعملوا فيها حاجة شبيهة بالاعلان، واكتر حد عجبنا لما شفنا الفيديوهات بتاعته كان واحد اسمه احمد ياسر. كلمت احمد ياسر واتفقت معاه ان هو يجي لي الاستوديو علشان يحضر شوت كاملة هنصور فيها منتج هو مش عارف هو ايه. وبعد ما جالي الاستوديو بقى ابتدينا. ما تيجي نشوف. ياسر ما يعرفش ايه الحاجات اللي احنا هنصور بيها النهارده. طبعا كل الحاجات اللي موجوده في الفيديو من سوني، حتى المايك اللي انا بصور بيه دلوقتي ده من سوني. معلش زوم ان كده باين انه سوني، كلمه سوني باينه. ايه اغلى بيس اوف اكويبمنت او يعني ككاميرا او عدسه او حاجه صورت بيها قبل كده؟ A7 III دي كانت اغلى كاميرا انت صورت بيها وكان بالنسبه لك ساتيسفاينج جدا جدا. اوكي انا هروح اجيب الكاميرا. تعالى انت معايا ماشي، بس خليك واقف عند الباب. انت ايه اعلى كاميرا انت عارفها في سوني؟ يعني انت دي اللي انت سوني A1 اتقل حاجه اعرفها. اتقل حاجه اعرفها الفا الالفا A1 تمام. دي اللي احنا هنصور بيها النهارده. هنصور بالاي 1 مع عدسه 2470 جي ام 2.8 ومعانا عدسه ثانيه 24-105. والعدسه اللي احنا ممكن نحتاج ان احنا نصور بيها هي العدسه بروب لينس. طبعا دي عدسه يعني مختلفه، مش معظم الناس بتصور بيها فعلا. وبتدي شكل مختلف عن العدسات العاديه. طبعا لو انت ما شفتش العدسات دي قبل كده، فدي مثلا عدسه طبيعيه من العدسات اللي بتركب على الكاميرا، ودي حاجه اسمها بروب لينس. الهدف منها انها تطلع لك صوره ماكرو، يعني تقدر تقرب جدا، المينيمم فوكس ديستانس قليله جدا، بس في نفس الوقت وايد. بس طبعا F14 فمحتاجين كميه اضاءه فظيعه، فهنستخدم اضاءات كتير عشان نصور بيها. يعني مش عايز احكي لكم كتير عنها. هنشوف الشكل بتاع الفوتج اللي هيطلع من العدسه دي مع الكاميرا دي. الكاميرا دي بتصور 240 فريم على الفول اتش دي، وبتصور 120 فريم على ال 4K نايس، وبتصور 8K. فاحنا كل الحاجات دي جامد. هنقدر ان احنا نستخدمها النهارده. فكره ال 8K ممكن الناس تبقى حاسه انها مش حلوه قوي في التصوير بتاع المنتجات والكلام ده، محتاج ليه حاجه زي كده. بس انا بالنسبه لي في شوتس باخدها على ال 8K علشان اعمل لها كروب عشان اقرب، وفي نفس الوقت افضل محافظ على الكلام ده، فاخد الايفكت بتاع العدسه الماكرو بس ما صورتش ماكرو. حلو فاهم قصدي؟ انا عارف ان الموضوع هيبقى صعب شويه، ولكن الهدف اللي انا كنت عايز اعمله في الفيديو ده هو ان احنا نكرييت سمثينج او نعمل حاجه من ولا حاجه. في حاجات في الفيديوهات اللي بتنزل عندي او الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها حاجات كوميرشال كده على شكل الاعلانات، والحاجات اللي احنا هنحاول نعملها النهارده بيبقى دايما فيها منتج، والمنتج بيلعب دور مهم جدا في ان هو لو شكله حلو تقدر تطلع منه اعلان حلو جدا، زي مثلا لون المنتج او شكله او الريفليكشنز بتاعت الاضاءه عليه. كل الحاجات دي بتفرق في شكل الفيديو اللي هيطلع، بتحليه او بتخلي شكله احسن بكتير. فاحنا عايزين نإليمينيت بقى الحته بتاعت ان المنتج هيطلع شكله حلو اصلا، وان احنا نلعب على حاجه زي دي، ونسيب كل المجهود بتاعنا هو اللي يحدد الفيديو ده يطلع حلو ولا لا بالايكويبمنت دي. فاحنا المنتجات اللي احنا هنصورها النهارده موجودين في ايدي ماشي، يعني ايديا الاثنين دول فيهم. انت حاسس ان انا لسه اروح اجيبه صح؟ طبعا لازم نعمل حاجه مختلفه شويه، فاحنا هنصور مسمار قلاووز. اوكي، دول الحاجات اللي احنا هنصور بيها النهارده ماشي. تفتكر دلوقتي احنا ممكن نعمل حاجه بدول؟ يعني في افكار في دماغك؟ موجود. طيب انا هسيب الافكار اللي عندك دي للبرين ستورمنج اللي احنا هنعمله كمان شويه، ونشوف احنا ممكن نوصل لايه. لان احنا قبل ما نصور، قبل ما نعمل السيت اب وقبل ما نعمل كل الحاجات دي، لازم نعمل حاجه اسمها شوتنج ليست عشان نعرف ايه الشوتس اللي احنا هناخدها، وعلى اساسها نبتدي نشتغل عليهم في المونتاج. تمام. طيب احنا خدنا شوتس للمسمار
بالبروبلانس وعلى جرين سكرين. المرحله الاصعب فعلا هتبقى في الفيديو ده في المونتاج. لسه كنت بتكلم مع ياسر دلوقتي بقول له ان احنا بعد ما ناخد الفوتج ده ونرجع نمنتجه، كل الافكار اللي انت عايز تعملها هتبقى يعني محدوده بالليميتيشنز بتاعت المسمار اللي انت بتصوره ده. يعني كل السيت اب اللي انتوا شفتوه في الفيديو في التايم لابس والكلام ده حرفيا هو الحاجه اللي احنا بنصورها قد كده، وبنحاول بقى ان احنا اي هزه بتبان، يعني لدرجه ان احنا واحنا بندوس على الارض كان البروبلانس بيتهز. وطبعا كل ده هيبقى في خلال 15 ثانيه، يعني برضه مش ما عندناش وقت كتير. المسمار هيبقى 15 ثانيه، حاجه وقعت على الارض هنشوف الكاميرا وراها. طيب انا بنسبه كبيره خلصت المونتاج بتاع المسمار الجميل بتاعنا ده. عمليه المونتاج دي كانت رايحه جايه ما بيني وما بين ياسر، بنفكر مع بعض لان هو مش عايش في القاهره، هو عايش في بني سويف. نوعا ما احسن. تانية حاسسها زياده، الاربعه حاسسهم زياده، يعني نخليها كده احسن. خليها كده ونرجع لها تاني برضه، كده كده هنرجع لها تاني. عايز اعمل لكم بريك داون للتايم لاين بتاعي على المونتاج تبقوا فاهمين انا عملت ايه. طبعا اول شوط احنا خدناه هو الشوط بتاع المسمار لوحده. خليني اوريكم الشكل بتاع الشوط من غير الكي اهو، يعني هو متصور على جرين سكرين زي ما انتم شايفين هنا كده. لما احنا شلنا الباك جراوند بتاعتنا بقى المنظر بالشكل ده. نفس المسمار ده احنا عاملين منه 6 نسخ، 3 يمين المسمار الاساسي و3 شماله، ومع الحركه بتاعتي بيبتدي المسمار الهيرو اللي في النص بيطلع لقدام. طيب تاني شوت عندي هو الشوت المسمار متصور على باك جراوند سودا، وطبعا استخدمت العدسه اللي هي البرو بلانس علشان اقدر اقرب من راس المسمار بالشكل ده، وقعدت ادور على مسمار يكون فيه سكراتش او حاجه. طبعا انت ما بتشوفهاش بعينك، ولكن لما بتقرب بعدسه ماكرو بالشكل ده بتبتدي تشوف السكراتش الموجود هنا ده. فكان برضو حسيت ان دي هتضيف للدراما بتاعت الفيديو. وبعد كده نفس الشوط الاولاني اللي احنا خدناه هنا وكررناه 7 مرات، استخدمته لوحده بالحجم الاساسي بتاعه، وبرضو كان فيه زي زوم اوت كده وهو المسمار بيلف. شلت الباك دروب بتاعتي اهي، وبقى مكرر تاني ميرور ايمج بتاعته السايد التاني، والاتنين بيتحركوا ناحيه النص كده مع زوم ان. الشوط اللي بعد كده هو سبيننج شوت برضو للراس بتاعت المسمار. طبعا انا ما حركتش البروبلانس لان حركه البروبلانس اي هزه بتبان. ده شوت تالت، بس هنا كنت واخد لو انجل شويه عشان عايز ابين المسمار من تحت. ده شوت برضو الاضاءه محطوطه ورا لوح من البلكسي ده بيبقى عامل زي الازاز كده بس هو بلاستيك، بيبقى محطوط كده والاضاءه موجوده وراه عشان الابيض اللي انتوا شايفينه ده الريفليكشن بتاع مصدر الاضاءه. وبعد كده في عندك هنا الشوت بتاع المسامير دي. الشوت اللي بعد كده ده برضو كان بالبرو لينس، كان محطوط على لوح ترابيزه سودا زي دي. المسمار كان محطوط وابتدينا نتحرك بالسلايدر، بس مخلين السرعه بتاعت السلايدر قليله جدا. اوكي ده شوت عادي جدا اهو، ده ما فيهوش اي حاجه. هنا المسمار متثبت في لوح خشب واللوح نفسه بيلف، فانت هنا تحس ان انت بتلف مع المسمار، بس هو في الحقيقه هو كل حاجه بتلف، المسمار بيلف بالترابيزه فمديك الافكت ده. هنا دي شوتس عاديه جدا، المسمار بيتربط سلو موشن وسيلوات وراه الاضاءه، والشوت التاني زاويه بانجل من فوق شويه كده، فابتدينا نشوف شكل الاضاءه والفيديو اتقفل على كده. اجمالا المونتاج بتاع الفيديو مش صعب، ولكن ترتيب الشوتس والمزيكا والقطعات بتاعتها انها رتمها سريع كده هو اللي مدي الفيديو حماس مش في محله، نظرا لان احنا بنتفرج على مسمار. هي دي الفكره كلها من الفيديو، ان انا كنت عايز الفيديو حتى يقفل بشوط عادي وهو المسمار بيتربط، ان هو مش بيج ديل قوي كده، الموضوع مش ضخم للدرجه دي. من الحاجات اللي ساعدت جدا في نجاح الفيديو ده في نظري هو الساوند ديزاين او الافكتس بتاعت الصوت اللي انت بتسمعها وانت بتتفرج على الفيديو. وهنا احب اشكر صديقي العزيز الجامد جدا مهاب رمضان، هو بروديوسر وميوزيشن، ويعني الحته بتاعت الصوت دي الحته بتاعته بصراحه انا مهما كنت اشتغلت على الفيديو عمري ما كنت هعرف اترجم كل موفمنت للكاميرا او للحاجه اللي انت بتتفرج عليها بصوت يوصف بالظبط اللي انت شايفه. فبجد شكرا جدا ليه على المجهود بتاعه في الفيديو ده، واسيبكم تسمعوا دلوقتي سيمفونيه من الساوند ديزاين مع الفيديو من غير المزيكا.
الحقيقه ان البروجكت ده كان متعب، ولكن كان في نفس الوقت ممتع عن معظم البروجكتس اللي انا بصورها، نظرا ان انت بتتحدى نفسك فعلا في ان انت تطلع حاجه من ولا حاجه. مسمار ممكن لا يعني شيء لاي حد، ولكن لما بتحطه مع اضاءه معينه والكلام ده ممكن تعمل منه ماتيريال فعلا الناس تحب انها تقعد تتفرج عليها وتبقى منبهره بالشكل اللي هي شايفاه ده. طبعا احب اشكر احمد ياسر اللي هو كسب في المسابقه ان هو يبقى بيصور معايا في الفيديو ده، وكمان طبعا احب اشكر سوني على ان هم ادوني الاكويبمنت اللي احنا صورنا بيها الفيديو ده كله، وبصراحه كانوا مرحبين بالفكره جدا. كون ان انا بعرض على شركه نصور مسمار وهم وافقوا، فعجبني جدا الرياكشن بتاعهم على الفيديو. وحابب جدا بقى ان انا اعرف رايكم على الفيديو ده، لان ده فيديو فعلا مختلف وانا ما جربتش اعمل حاجه كده قبل كده، وعايز بقى ريكومنديشنز منكم او اقتراحات كده في الكومنتس ان ايه الحاجات اللي انتم شايفينها شبه المسمار ده في ان انتم ما شفتولهاش اعلانات وعايزيني اعمل لها فيديو تاني، لان انا حاسس ان انا ممكن ادوس في الموضوع ده الفتره الجايه. استنوني فيديوهات تانيه.